وسام يلعب كرة للوراء. حاول الفريق التونسي كرة داخل المنطقة رأسية، ضربة جزاء، ضربة جزاء. ماذا يقول الحكم؟ هي ضربة جزاء، ضربة جزاء. ولو أن الكيني في مرة أولى تردد، ولكن بعد يقرر احتساب ضربة جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي. ضربة جزاء، كرة لامست يد المدافع المغربي. فرصة للأسبقية إذا كان الفتح سجل في لقاء الذهاب من ضربة جزاء، فإن النادي الرياضي الصفاقسي الفرصة مواتية للعودة. كرة لامس هشام العروي، ضربة جزاء واضحة ما فيش للأسبقية من علامة الجزاء. هل يسجل الفريق التونسي؟ حكم المباراة يوجه انذار لنايف أكرد. عشاق الصفاقسي في انتظار هدف، وحبان فتح رباطي في انتظار ركلة ضايعة. من ينجح؟ مجيد أم كريم؟ كريم العواضي في أي زاوية سيختار؟ كريم سجل هدف التقدم للفريق التونسي. كريم العواضي يضع كرة عكس تحرك الحارس أيمن مجيد. 1-0 على حساب الفتح الرباطي. أسبقية تونسية في توقيت هام جدا بين التونسي والمغربي. الركلة الأولى للنادي الرياضي الصفاقسي، كريم العواضي. هل ينجح كريم في الوصول مرة أخرى؟ كريم العواضي ينطلق، كريم العواضي البرة الكرة بعيدة. عواضي كرته في المدرجات. النادي الرياضي الصفاقسي يعطي ضيع. عواضي كرته بعيدة، الأولى ضايعة من النادي الرياضي الصفاقسي. فرصة الآن للفتح الرباطي ليأخذ الأسبقية. طاح بالكرة بعيد العواضي. ضبط الأعصاب مهم في ركلات الترجيح. رود أمام قعلول. بادر بولهرود اللي ينجح في التسجيل. بادر بولهرود يتقدم رويدا بادر يسجل والأولى في المرمى. ينجح بادر بولهرود في الثاني. الضغط سيزداد على النادي الرياضي الصفاقسي. بادر ركله للسدن، كرة كانت فيها مغامرة لحسن حبة. كرة ضربة السقف يريح صفاقس، يضع الفريق التونسي في موقف صعب. ياسر مرياح يسجل. ياسر مرياح في أي زاوية المدافع التونسي سيختار. ياسر مرياح، ياسين يضع كرة باقتدار مثالية. كرة ياسر مرياح وضع أحد، ولكن النادي الرياضي الصفاقسي من كرتين، واحدة أهدرها العواضي أمام قعلول. جمهور الصفاقسي في انتظار قعلول، والجمال فتح متقدما. دياكيتي يسجل، كرة كان قريب منها قعلول والثاني في المرمى. التقدم مستمر للفتح الرباطي 2-1. دياكيتي الفواري حط على يمين الحارس قعلول حاول متابعة الكرة، ولكن الكرة أسرع وأقوى. 2-1 تقدم. لما يسجل الفتح الرباطي دائما يخلي النادي الرياضي الصفاقسي تحت الضغط. الآن حمزة، هل يلعب كرة في السكة في المرمى أيضا المتلوثي. حمزة المتلوثي، هل يدونها حمزة في مرمى الفريق المغربي ليبقي على يمين فريقه؟ حمزة يسجل. حمزة يضع كرة في المرمى. كرة في الشبكة 2-2، ولكن النادي الرياضي الصفاقسي ينتظر في تصدي من الحارس قعلول. ايضا والاخر يعيش لحظات صعبة في انتظار 3-3 في الشبكة. امام قعلول يعدل الكفة، التسديد والكرة في الشبكة يسجل الباسل. 3-2 التقدم للفتح. وقعلول يوري حكم المباراة في الركلة الرابعة الآن. الركلة الرابعة للنادي الرياضي الصفاقسي. محمد علي المرزوقي، ساعات للتنفيذ. المرزوقي يسجل. مرزوقي يضع كرة في المرمى على الحارس قعلول. مرزوقي وضع باقتدار. 3-3، ولكن في انتظار الركلة الرابعة للفتح الرباطي. في انتظار هذه الركلة الرابعة. التنفيذ والكرة في الشبكة.
يسجل. تقدم مستمر 4-3 للفتح الرباطي في انتظار الركله الخامسه. لو تضيع النادي الرياضي الصفاقسي في الباي باي. يتقدم الان كان الله في عون أسامة العمدوني. العمدوني سجل، يبقى على مير الصفاقسي. العمدوني سجل والكره في الشبكه. 4 يسجد العمدوني. نجاح في تنفيذ الركله الخامسه. كان ضغط على ركله يوفق من خلالها، ولكن هل يوفق قعلول في التصدي؟ الركله الخامسه، هل يقصي النادي الرياضي الصفاقسي؟ سعود، هل يسجل؟ سعود يسجل والفتح الرباطي في النصف النهائي. الفتح الرباطي يتأهل للدور النصف النهائي من علامة الجزاء بركلات الحب، بركلات اليانصيب. الفتح الرباطي يكون